تخيل إنك لوحدك في بحر واسع مليهوش آخر وتحتك آلاف الأمتار من السواد، وحواليك مفيش ولا نور، ده حتى النجوم مش باينة، صوت موج. وفجأة ترفع عينيك على GPS الطيارة، السفينة تلاقيه تلخبط، تمسك البوصلة تلاقي الإبرة بتلف شمال يمين شمال يمين، كأن في حاجة بتحركها بإيدها. والطاقم اللي حواليك ملامح وشوشهم بتتغير، كل واحد بيبص للتاني، والسكينة اللي في الجو مش سكينة هدوء، دي سكينة خوف. صوت موج بيدي إحساس عمق، ده مش فيلم، ده واقع حصل في نقطة واحدة في العالم. سموها الناس مثلث برمودا، مكان لما تدخل جواه احتمال تطلع منه صفر. ازاي منطقة صغيرة قد كده قدرت تهزم العلم، قدرت تبلع سفن كاملة وطيارات حربية بأطقم وتخليهم يختفوا، كأن الأرض المحيط نفسه فتح فم وبلعهم. صوت موج أقرب، في ناس بتقول صدف، في ناس بتقول علم، وفي ناس بتقول حاجة فوق العلم. بس الحقيقة إن في حاجات حصلت هناك ومحدش قدر يفهمها لحد النهاردة. وأنا هنا في الفيديو ده مش جاي أعمل لك حصة علوم، ومش جاي أقول لك إن في كائنات فضائية 100% ولا بوابات عوالم موازية. أنا جاي أحكي لك اللي حصل زي ما حصل، حالات اختفاء حقيقية رواها طيارين، رسائل استغاثة اتسجلت وكلها حصلت داخل نفس الحدود. صوت موج يرتفع شوية. السؤال اللي لازم عقلك يجاوب عليه في النهاية هو كل ده صدفة ولا في حاجة قاصدة تحصل هناك؟ استعد الفصل الجاي، أول قصة اختفاء مش هتصدق آخر 60 ثانية حصل فيهم إيه. تاريخ 5 ديسمبر 1945. مكان الانطلاق قاعدة فورت لودرديل الجوية، فلوريدا. الحدث تدريب عادي ما فيهوش أي مخاطرة، 5 طيارات حربية، طيارين محترفين، الجو كويس، الرؤية واضحة، يعني مفيش أي سبب منطقي للخوف. صوت موج. بعد شوية من الإقلاع الطيار الرئيسي أرسل رسالة غريبة جدا، قال: أنا مش شايف الأرض، اتجاهات البوصلة مش مظبوطة، مش عارف أنا فين. الناس في القاعدة افتكروا إنها مزحة أو جهاز البوصلة عنده علق، فقالوا له: لف اتجاه الغرب، هترجع شاطئ فلوريدا. رد عليهم رد يرعب: أنا مش قادر أحدد الغرب. صوت موج أقرب، أعمق. ثواني وباقي الطيارات ال4 قالوا نفس الجملة، البوصلات بتلف الاتجاهات. تلخبطت. الواقعة دي سجلت صوتيا مش قصة، وضحكت الأسوأ إن السحب بدأت تظهر فجأة من غير إنذار، من غير تغير، طقس متوقع. الراديو سجل آخر جملة، ما شوفتش حاجة زي كده قبل كده، شكلنا دخلنا في ماي بيضة بالكامل. وبعدها صمت، ولا صوت ولا إشارة ولا حتى ديستريس كول. واضح اختفوا كلهم في ظرف دقايق. صوت موج تقيل. الجيش الأمريكي مسكتش، نزلوا أكبر عملية بحث وقتها، سفن، طيارات، غواصات، غطس، رادارات، ملقوش ولا حطام ولا نقطة، وقود ولا حتى حتة. معدن الطيارات ال5 وال14 طيارا اتبلعوا من الأرض والأغرب. طيارة الإنقاذ اللي راحت تدور عليهم هي كمان اختفت بنفس الطريقة. السؤال اللي غرق العالم في الرعب: إزاي في منطقة واحدة في نفس اللحظة ده وصلت 6 طيارات؟ تتجنن، ده مش جهاز بايظ، مش واحد طيار تايه، ده منطقة بتغير قوانين الاتجاه وقوانين المنطق. صوت موج بطيء ينتهي تدريجيا.